السلام عليكم، اخباركم احوالكم. الليلة بعمل واحدة قليلة. اول حاجة عندي بصلة، والله هدية من صاحبتي ما قصرت. حتى الزين جابت لي بصلة مجففة جاهزة من السودان. احلى بصل ما متعب خالص. حمصته، اول شي بحمصه بالزيت زي ما شايفينه كده. بحط عليه زيت وحمرته لونه بقى ذهبي زي ما شايفين كده. طيب بعمل شنو؟ بضيف له بسخن مويه القطر شوية في القطر. بس وعندي لحمة مفرومة. أصلا أنا بحب أجيب لحمة كثير بجهزها بتتبيلها وبحطها في الفريزر. بعد ذاك بجي شنو الخطوة اللي بعد دي بكب اللحمة المفرومة بعدين أسهل طريقة لعمل مواقف بديهيات. الخطوة اللي بعدها بعدين بصمم على البصل شايفينها نضربهم مع بعض جيدا. شايفين اللحمة والبصل ذاتهم زي بعض لا أنا مش بعض عشان يكون ريحة تقيلة حلوة. بقلبهم بجيب الشطة، بحب الشطة في الأكل. معلقة الشطة، بجيب الصلصة، بحط الصلصة دي أو أي صلصة عندك في البيت. يعني تقدير هذه مناسبة بس كده، يعني تقدر تقولي زي 4-5 ملاعق صلصة أو معلقتين كبار من عندك. الصلصة دي طبعا مخلوطة بصلصة طماطم ببصل. في صلصة الصافية دي حاولي انك تكتريها عشان ما تكون حامضة. استعملي شنو هذا بحط معلقة شطة، شايفين الشطة نص معلقة صراحة، معلقة تكون كتير. نص معلقة الشطة دايما نحب الشطة. أو عندك شطة خضراء ممكن ترمي. طبعا أنا ما حبيت الفلفلية والحاجات دي. ليه؟ لأن اللحمة أنا قطعت فيها فلفليها صغار وبصلة وطماطم وفلفلية خضراء كلهم قطعتهم وجهزتهم طبختهم مع بعض. يعني اللحمة المفرومة طبختها بعد ذاك فرزنتها عشان تكون سريعة. بعد ذاك طلعتها من الفريزر فكت براحة جاهزة كده، يعني سريعة بتقدمي ملح سريع شفتي في 5 دقايق فقط. يكون طعمه خرافي. بقوم بغطيها شوية قبل ما تسخن الموية بتاعتها. بقوم بعمل شنو؟ بجهز البهارات اللي أنا بكون بستخدمها. محتاج طيب عندي هنا شيلي بابريكا، دايرة بابريكا، ودايرة شمار أخضر اللي هي الكوريان شمار مجفف، ودايرة صراحة مرات بحب سينيوم شوية، سينيوم اللي هو قرفة، حبة قرفة بتدي نكهة حلوة. وبعد ذاك الشي اللي طبعا اوريدي أنا كبيت ومحتاجة كاري وحبة كاري قالك شوية وبس. دي البهارات اللي أنا بستخدمها. بعد ذاك دايرة فلفل أسود وقوم الفلفل والملح. دايرة فلفل وين الفلفل؟ أيوة وعندي شمار برضو، شمار وكزبرة، فلفل ملففة. خلاص باش نحط بهارات كثيرة طبعا حسب البهارات المتوفرة عندك ما مشكلة. نحطهم شنو؟ نتشة. أول حاجة حبة رجعها محلها، يعني شوية من دي نتشة صغيرة بس. وتاني من الشمار
هنا الخضر جاف، بعد ذاك سنة بابريكا، بعد ذاك ايوا داير الشمار الاخضر اللي هي الكوريان. الشمار الاخضر ده حلو شديد، شمار السودان. بعد ذاك الملح. الملح طبعا حسب تقديرك، ممكن لو الناس اللي بيحبوا يقيسوا يعملوا معلقة صغيرة، اللي بيقدروا زي كده يقدروا حسب حلتك كيف بتعرفي تقدري الحلة تبعك طبعا. وبس كده ضفنا البهارات كلها جاهزة. بقوم شنو بحرك البهارات مع بعض كلها بالخليطة. اتأكد انها اتلخبطت كويس. بعد ذاك بقوم بجيب الموية بتاعتي، الموية المغلية والموية جوا الحلة. بس كده كفاية، خليها تغلي، غطيها، اديها 10 دقايق كده تغلي مع بعض عشان كل الحاجات تتسبك مع بعض، والبهارات والبصل واللحمة مع بعض يدوبوا سوا 10 ل 12 دقيقة كده. وبعد ذاك هنيجي شنو اهو نجيب الويكة بتاعتنا ونلايق الحلة بتاعتنا تكون احلى ملح تقلية. لو حسيتي انه ملح عايز حبة صلصة ممكن تزيدي صلصة. الصلصة دي صلصة طماطم، معجون طماطم بس بتدي لون. لكن الجبال اللي انا كبيتها دي بتدي طعم اكتر من لون، لانها دي ملخبطة. دي يعني الصلصة بتاعت ليل دي فيها بصل وقالق اللي هو توم معاه هنا شمار اخضر وكده، بتدي طعم احلى من الصلصة العادية. بعدك بقوم بجيب الصلصة دي اللي بتدي لون كمان، اشيل معلقة واحدة بس منها، لانه انا اوريدي كبيت صلصة ما محتاجة لصلصة كتيرة. معلقة واحدة عشان يديني لون، الملح يدي لون احمر وجميل كده وجذاب. وبس كده شايفين انه تقيل وسامح كيف مع اللحم المفروم والبصل، عمل شغل ظريف شديد. بعد ذاك بغطيه قلنا 10 دقايق، اشوفكم بعد 10 دقايق. يلا بعد 10 دقايق شايفين الملح اتسبك وغلى وطلع علينا الوش، نقوم نطلع الوش. شفتوا ريحته جميلة كيف؟ يا سلام، طعمه يكون أروع بعد ما طلعنا الوش. شايفين الدقيق كيف؟ اللحمة المفرومة جاهزة، راح تقيل عليه بعد دقايق بس. شايفينها كيف؟ طلعنا الوش هنا بتشوي. يلا نجيب شنو الويكة بتاعتنا، الويكة السودانية. ناخد ملعقة ملانة، ملعقة ونص ويكة، حسب بعدين الملح بتاعك. لو كتير ممكن تزيدي الويكة عادي لحد ما تحسي بيه تقيل ومهي بيه تقيل. عندك المدراكة تلخبطي كده. لسه حاسة بيه خفيف، فبقوم بديه ويكة زيادة، شيل ويكة تاني زي ما معها. المهم ما نحاول نكتر الويكة شديد عشان مرات بتبقى تقيلة، نكوب بس شوية وشوية. لما انت تحسي انه رح تقيل
كبي وزيدي احسن من تكبيه كتيرة. بس تكبي زيدي، كبي وزيدي لما تحسي في ربع ساعة بس بتعمل حاجة كده سريعة وحلوة. ولما يبرد طبعا بيبقى أكتر. دايما بكب شوية شوية لما أحس بيها وتجي لما بوقف. يعني ممكن تقولوا معلقتين وياها كبار، بعد حسب انت محتاجة ليه. بس المهم الويكة دي حسب ما الملحلة من يبقى تقيل، انت حتفضل تزيدي لما انت تحسي بيه وتقيل تقوم شنو توقفي. بعد ما نكب الويكة في الملح بس نخليه شوية في النار ثانيتين كتير، لأنه لما ينطغى كتير بتقطع. يعني الويكة ما محتاجة طغلة كتير، بس حاجة بسيطة كده. حاسة إني محتاجة ويكة زيادة شوية كمان. أنا بحبه خفيف التقيل، بحبه تقيل. ودي الأوكرا معروفة، الأوكرا الناشفة، يعني زول ممكن يقطع الأوكرا يجففها ويسخنها ويعمل بها ويكة سودانية عادي. طبعا هنا ما متوفرة زي السودان كده، السودان الحاجات دي متوفرة، هنا بتجي الويكة جاهزة بس. كده الملح بقى تقيل وحلو وظريف. بضيف عليه الوش بتاعي وخليه يغلي شوية وارجع الوش فيه وبس. خليه قلنا بس ثانيتين في النار وبطفي النار على كده، او بطفي النار. طيب صح هو قاعد يغلى، بقوم بطفي النار بخليه كده ما بغطيه خليه كده وبقفل النار. بعد ده خلاص بس اخليه في نفس المحل كده يطقطق شوية وبس كده ملحنا جاهز. بعدين الوش هنرجعه في الحلة، نرجعه حسب ذاك وبس. بنرجع الوش بتاعنا كده في الحلة. وفي هذا الزمن بقوم بعمل شنو، بخليه يطقطق كده، بخليه بالجنب مغطى وبجي بكمل العصيدة بتاعتي. موية غلت، بجيب دقيق تقيل بكف الموية بتاعتي، بكمل العصيدة وبجهزها وبوريكم. الدقيق بجيب بجيب بول فاضي. وعندي انا اصلا العصيدة اللي عنده خمار زي ما بيقولوا اهلنا في السودان، محتاجة لخمارة. يعني انا عندي عجين حامض صراحة خمارتنا ما بدني بجيبها من السودان. بقوم الخمارة عبارة عن دقيق برضه وفي قرقريبة، بتلخبط الدقيق ده بكون حامض شديد، يعني بقوم تشيلي منه كمية بسيطة في الماء بتاعك عشان العصيدة تكون حلوة شوية. كمية زي دي حاجة مناسبة. بعد تجيبي دقيق جاف. إذا ما عندك الخمارة عادي بتعملي بالدقيق العادي تحلي بالمية عادية. إذا عندك شايفينها بعد 3 دقايق كده كيف كده بتكون مستوية ما بتكون نية. العصيدة عادي بتكون نية لو مستويت كويس أعمل راجعة لما تكون نية كده. بجي بضربها بالدقيق بقتلها وفيها الدقيق بضربة بسيطة لما تبقى